هل الكفاءة الجنسية إنك تكون بطل خارق؟ هل الكفاءة الجنسية مجرد أداء عالي؟ إيه هي العلاقة المشبعة؟ وإزاي نحول العلاقة الزوجية لعلاقة حب وأمان؟ النهاردة هنفتح موضوع حساس جدا لكنه مهم، الكفاءة الجنسية. وخلينا نقولها من الأول، الكفاءة مش معناها إنك تكون بطل خارق أو ماكينة. الموضوع أكبر من كده بكتير. الكفاءة الحقيقية بتبدأ من القلب، من الاحتواء والحب والتفاهم. الزواج المسيحي علمنا إن العلاقة مش جسد، دي روح ومشاعر واهتمام متبادل. يلا بينا نحكي شوية عن إزاي نحول العلاقة الزوجية لتجربة مليانة حب وأمان. كلمتين وبس. طب يلا بينا نحكي شوية عن إزاي نحول العلاقة الزوجية لتجربة مليانة حب وأمان. الكفاءة مش شطارة. بصراحة الكفاءة الجنسية مش معناها إنك تكون محترف في العلاقة الجسدية. الكفاءة الحقيقية إنك تكون فاهم شريك حياتك، بتحب تساعده وبتحاول تسعده، مش بس جسديا، كمان نفسيا وعاطفيا. بمعنى إنك تكون قريب من شريكك، تفهم احتياجاته وتقدر مشاعره. الموضوع مش بس في الأداء، لكن في التواصل الإنساني العميق اللي بيخلي العلاقة أحلى وأقوى. العلاقة المشبعة إشباع للنفس والجسد. العلاقة الزوجية اللي بجد هي اللي فيها شبع نفسي وجسدي. يعني مش بس إنكم تبقوا مرتاحين جسديا، لكن كمان إن كل واحد فيكم يحس بالاطمئنان والسعادة مع التاني. الحب هو اللي بيخلي العلاقة فيها متعة ومعنى. لو في احترام متبادل وتفاهم، العلاقة بتبقى أكتر إشباع وعمق. كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.